ماشي بص انا احمد العوضي في مسلسل رمضان. انا عايز اضرب اي ابن بيتنا. بص انا مصطفى شعبان في مسلسل رمضان. انا عايز اضرب اي بنت والكافيه. بص انا مي عمر. اعمل ايه يا اسطى؟ معاك اخوك كريم. قررت اعمل القناه دي لحد ما عمر السلامه يكلمني يعني ويقول لي تعالى اشتغل معايا، او عندي يعني ما عنديش مانع يعني. المهم انا مش محتاج اقول لك يا اسطى طبعا ان مسلسلات رمضان متكرره. اي بني ادم عنده خليتين في دماغه هيبقى ملاحظ الشيء ده يعني. فليه يا اسطى؟ بجد ليه يا اسطى؟ انا مش بهزر والله. انا فايه، بينا نفنط الموضوع ده. ليه المسلسلات كلها شبه بعض؟ بص يا اسطى، عارف نكته الملوخيه؟ مش عارف حد هيفهم اللي فيه ده ولا لا. الوسط الفني شبه نكته الملوخيه، التكرار يا اسطى، التكرار. شفت التكرار بكرر، فاهم؟ يعني ده عبقريه في السكريبت يعني. فالتكرار يا اسطى بيبقى في اول حاجه الممثلين. يا اسطى مش عارف انت ملاحظ ولا لا، بس احنا عندنا ممثلين قليلين من فشخ يعني، وقصدي بقليلين من اللي بيظهر، اللي كان صباح الفل يعني في ملايين عايزين يمثلوا يعني. فللاسف يا اسطى خلى ان في قايمه للممثلين. عايز تعمل مسلسل حلو، هات احمد العوضي يضرب 10 بني ادمين يعني. عمرو سعد يقلد محمد رمضان، كريم فهمي يقلد احمد العوضي وهو بيقلد محمد امام وهو بيقلد محمد رمضان. محمد امام وهو بيقلد احمد العوضي. شفت الموضوع سهل فشخ يعني. فيا اسطى الناس زهقت، انا وانت زهقنا يا اسطى. يا اسطى بجد أنا رمضان ده المسلسلات صعبه معايا. هو نفس المسلسل من 5 سنين، بتغيروا الشغلانه متهيألي بس بتاعت الشخصيه، لكن نفس الاحداث يعني. فتقول لي يعني هو التكرار الممثلين هو بس يعني اللي مخلي كل حاجه شبه بعضها؟ هقول لك انا بتاع كشري، اصبر عليا. تاني حاجه يا اسطى، وصفه النجاح. بص يا اسطى، ودي حاجه نتكلم عليها، هي ليه دي اصلا موجوده؟ وصفه النجاح يا اسطى، في يا اسطى ممثلين كلنا عارفينهم، قلتهم في الحلقه قبل كده يعني سابقا. هو قفش قصه جابت مع الناس، راح ماسكها هو والكاتب ده قارينها في زاويه وقعدوا يحلبوا فيها. احمد العوضي قفش خلاص ابن البلد، مصطفى شعبان برضه مسك ابن البلد، كريم فهمي مسك. كله مسك الدور في اي حاجه، جابت مع الناس مره راح مسك في امها لحد ما جاب اخرها. فده ليه يا اسطى؟ تعال نخش على الحته اللي هتحبسنا، ربنا يستر. وحده الانتاج يا اسطى. ايه هي وحده الانتاج يا اسطى؟ قصدي هنا بوحده الانتاج انها وحيده، والتي هي شركه المتحد. طبعا انت فاهم يعني، شركه المتحد شبه محتكر انتاج المسلسلات في رمضان، بل ونقول مصر يعني عموما. ودي مربوطه برباط وثيق بوصفه النجاح يا اسطى. ازاي بقى؟ هقول لك. وصفه النجاح زي ما قلت لك يا اسطى حكايه ميتين بتتحلب يعني. اللي بيساعد الشيء ده جدا ان شركه ده مش محتاجه تغامر يا اسطى. انت ايه الكاتب اللي الفنان نجح معاه يعني في قصه؟ وانت ايه المخرج اللي نجح مع الفنان برضو؟ بس خلاص تعالى يا عم الكاتب اكتب نفس القصه، غير بس شويه حاجات طفيفه كده. ردوش على خفيف، اديها للمخرج يديك ال 30 حلقه التمام. بس كده عملنا خطه تمام ان الناس هتتفرج لحد ما يعدوا ال90 على نفس الحاجه، وانا كشركه انتاج كسبانه يعني. اللي هو وعلى فكره ده حقها يعني، ده بيزنس، اي شركه انتاج هتحب تكسب وده طبيعي. لكن يا اسطى بسبب انها محتكره السوق مفيش حد هيبقى في نفس مستوى، فده بيخليها تستمر في الحلب. ببساطه انا ما عنديش منافس، فمفيش حاجه تخليني، بل وكمان املك الحاجات اللي هعرض عليها مسلسل المحلوب. انت تعرفش شركه المتحده يعني تملك فوق ال 40 شركه يعني في مختلف المجالات العالميه يعني. ساينيرجي ميديا هاب، المتحده ستوديوز، ساينيرجي فيلمز. القنوات بقى اللي هتعرض عليها قنوات ان كلها، وانت فاهم، قنوات سي ام سي، قنوات اي بي سي يعني، فاهم انت اكيد فاهم يعني. قنوات يعني شبه كل القنوات اللي على التلفزيون المصري. والطمه الكبرى بقى يا اسطى منصه المشاهده الرقميه طبعا يعني، هيتش ات يعني. هادي نو ده انا هتفشخ. ربنا يستر على الفيديو ده، احنا لسه بنبدا يعني، فاعمل لايك وسبسكرايب يا اسطى. وده غير المواقع الاغريبيه بس ملهاش دعوه بيه يعني، بس يعني بجد يعني ملهاش لازمه في الموضوع فمش هنذكرها، بس هي تملك يعني مواقع اخباريه. انت متخيل يا اسطى شركه واحده تملك كل الحاجات دي؟ ممكن تقول لي فيها ايه يا اسطى انت بتحسدهم يعني؟ غير كده فعلا انا بحسدهم. المشكله الاكبر انها تملك مكان العرض. ببساطه انا بنتج وانا الموزع وانا اللي ببث، واللي يعرف ابويا يروح يقول له، فاهم؟ فببساطه يا اسطى مفيش ابداع يعني، مش مفيش ابداع، انا ما عنديش الرغبه او ما عنديش الحاجه اللي تخليني ابدع. ببساطه اللي انا محتكر السوق، انت فاهم؟ بجد يا اسطى يعني انا عمال اخبط في الترابيزه اللي انا بسجلها. وبجد يا اسطى يعني الواحد قرف يا اسطى. يا اسطى الواحد قرف بطريقه بنت وسخه يعني. بجد يا اسطى انت عارف اللي يضايق ان فعلا يا اسطى ساعات بيطلعوا حاجات حلوه، انا مش متحمل عليهم يعني، هم ما كلوش ورثي. السنه اللي فاتت يا اسطى مثلا انتجوا لام شمسيه، تاليف ورشه الاسطوره يعني مريم نعوم، اجمل من عمل البويكوت. لو سودا يعني يا استاذه انك بتتفرج يعني، انا بكتب خلي بالك يعني، وكاتب حلو يعني، حافظ الحروف كلها، بكتب بسرعه على الكيبورد يعني، كل المميزات يعني. اي فرصه في الورشه عندك يعني هكون شاكر جدا، يا ريت تبعتيلي يعني، فوريني ان انا هتصل يعني.
فنرجع تاني، انت عارف بقى ايه اللي يضايق اكتر واكتر؟ ان الافكار فعلا اللي بتبقى جديده بتنجح. يعني مش حكايه ان هم مثلا جربوا وعملوا حاجه جديده ففشلت، لا هو فعلا لما بيجربوا يعملوا حاجه جديده بتنجح. انت فاهم قصدي؟ فايه اللي معطل شركه الانتاج او شركات الانتاج انها تعمل حاجه جديده؟ لام شمسيه فعلا فكره ما اتعملتش في التلفزيون المصري. نرجع شويه بالذاكره، 100 وش كوميديا حلوه، اشغال شقه تاليف عمه وعم عيال يعني خالد دياب، تحية للديابه كلهم يعني. العيله يا جدعان دي جامدين قوي يا جدعان يعني. طبعا لو في عيب انا قلبت القناه شحات. الهرش السبعه انتاج اي بروديوسرز، والشركه دي انتجت حاجات جامده يعني، منها اشغال شقه، لا ترد ولا تستبدل، منتهى الصلاحيه، طريقه كانك تحب المراهنات، مطعم الحبايب. يا اسطى فعلا في منتجين حلوين يعني بجد يا اسطى. في النهايه احنا بنحب الحاجه الجديده، وسيبك من اللي يقول لك ذوقنا انحدر، هو فعلا انحدر بس سيبك منه برضه. احنا فعلا يا اسطى لما بيتقدم لنا حاجه حلوه احنا فعلا يا اسطى بنقدرها وبنرفعها السما. فبس كده يا اسطى، طلعت غل الكل اللي جوايا في الحلقه دي، بس الحمد لله يعني. كان معاكم اخوك كريم يا اسطى، اعمل لايك وسبسكرايب لعل الدابه يشوفوه، او عمرو سلامه، او الاستاذه مريم نعوم، يعني نروح نحلق سوا انا وهي. بس كده انا لازم اشرح كل حاجه. بس كده يا اخويا، السلام عليكم.